اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من امبارح للنهارده. يا رب تكونوا بخير وفي سعاده وفي هنا دايما يا رب. النهارده اكله جميله ولذيذه وكمان موفره واقتصاديه، وهتغير فكرتك عن البتنجان والمسقعه التقليديه. تعالوا نبتديها مع بعض كده بطريقه لذيذه. اول حاجه هنحط الزيت على البوتاجاز ونسيبه يسخن. ليه؟ عشان نعرف نحمر فيه البتنجان والبطاطس بتاعتنا. انا طبعا حطيت طاسه هنا وطاسه هنا. هنزل بقى في الطاسه اللي فيها شويه زيت صغيرين بكام فص توم كده، علشان نعمل صلصه المسقعه. احنا نعمل النهارده مسقعه طعمها يجنن وكمان لذيذ. في الطاسه ديت اللي فيها الزيت الكتير هنزل فيها بالبطاطس كلها. انا عايزه البطاطس بتاعتي تاخد لون فقط لا غير، مش عايزاها تستوي، لان انا لسه هدخلها الفرن. فهسيبها بقى تتحمر. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في فصين التوم دول. شوحتهم كده، انا مش عايزاهم برضو ياخدوا لون، يا دوبك يتشوحوا ونشم ريحتهم. وهننزل عليهم بشوية خل. انا كده شطفت بتاع مفرمة التوم بالخل ونزلت عليه عشان كان لسه فيها توم. وكمان حطيت كمان الطماطم بتاعتي، وكمان التوابل. حطيت فلفل اسود وكمون وملح وشوية شطة. اديتهم تقليبة بقى علشان يتسبكوا معايا. على حد ما يتسبكوا هنكون ايه، ظبطنا بقية اكلنا. عشان ندخلها الفرن تاخد معايا بالظبط، مش يكمل حاجة. هنا البطاطس بتاعتي دي اتحمرت. هطلعها بقى عشان انزل بالبتنجان. طبعا صينية المسقعة على حسب ما انت حابة تعمليها بأنهي طريقة، بس الطريقة دي طريقة جميلة جدا وطعمها حلو. وكمان هتديكي ايه، إيحاء كده بان انت بتعملي حاجة جديدة لولادك. هحمر بقى البتنجان كمان. واحنا بنحمر البتنجان هنعمل مع بعض رز كشري او رز بعدس او حسب ما بتعمليه، بطريقة لذيذة خالص وطعمها حلو. اول حاجة كده هنعمل ايه، نقطع بصلاية صغيرة كده وعليها شوية زيت او شوية زبدة او حتة زبدة او اي حاجة، اي المادة الدهنية اللي انت عايزاها. وهديها تشويحة. انا مش عايزاها تتحمر برضو، لان لو اتحمرت هتدي لون للرز. انا مش عايزاها تدي لون للرز، انا عايزة اخد الطعم بتاعها بس. وهنزل عليها كمان بفص ثوم مفروم، برضو بيدي طعم حلو خالص للرز بتاعنا. هديله تشويحة وانزل عليها بالملح بتاعي وكمان فص حبهان. بصوا طعمه لذيذ جدا وريحته حلوة. وبصي حاجة كده وهم، يعني حاجة كده طعمها يجنن. هطلع بقى البتنجان اللي يتحمر على طول، علشان ايه، نخلص الاكل كله مع بعضه. اول ما فص التوم تشوح والبصلايه نزلت عليها بالرز. هشوحه بقى علشان ايه، يتغلف كويس بالماده الدهنيه. وحطيت كمان شويه كمون كده. بصي بيديله طعم حلو برضو. الكمون بيديله نكهه حلوه قوي. جربيها، حاجه كده لذيذه خالص. طلعنا البتنجان وننزل بقى بالحبة الباقيين. طبعا اي نوع بتنجان انت حابة تستخدميه. المسقعة بتحب اي نوع بتنجان. هنزل بقى بالمية بتاعتي بعد ما الرز بتاعي اتشوح واتغلف كويس بالمادة الدهنية، واغطي عليه واسيبه يستوي. تعالوا بقى نشوف انا نقلته بس على العين التانية علشان ننجز في الوقت يعني. جبت بقى الصلصة بتاعتي ونزلت عليها بشوية مية كده، علشان نرص الصينية بتاعتنا وندخلها الفرن. علشان ايه، اول ما يعني ايه، انا عايزاها بس تغلي علشان ما تاخدش وقت في الفرن يعني. ننزل بقى بكم قرن محرقين كده، م، يدونا طعم للمسقعة بتاعتنا. انا بس هديهم تشويحة علشان انا مش عايزاهم يتحمروا، لان برضو لسه هندخله الفرن. الفرن بتاعنا ماله النهارده. هنمسك بقى الصينية بتاعتنا كده، قطعة بتنجان على قطعة بطاطس، ونرصها زي ما انتوا شايفين كده، رصة ايه لذيذة. تيجي تطلعيها من الصينية تكون ايه، مرصوصين كده جنب بعض. انا مسكتهم كده، حطيت بطاطس بتنجان بطاطس بتنجان بطاطس بتنجان لحد ما لفيت الصينية كلها دايرة. وهمسك بقى الايه، الصينية كلها عاملها بنفس الطريقة لحد ما تديني الشكل النهائي. بس نطلع الاول نقلبه يعني الفلفل علشان ما يتحرقش، احنا مش عايزينه يتحرق. همسك بقى الصينية بتاعتي كلها واعملها بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين. بس كده خلصت. طلعنا كمان الفلفل ونحطه على الوش كده، ونجيب بقى الصلصة بتاعتنا علشان
ان نحطها عليها. بس كنا بنقلب الرز بس. نجيب الصلصة بقى ونحطها على الوش كده، وايه طبعا هي فيها ميتها وفيها ملحها وفيها كل حاجتها، يعني جاهزة ان هي تدخل الفرن تكمل سواها وبس. بس احنا بقى مش هنسيبها كده، لا لازم ندلعها. احنا بنحب ندلع الاكل بتاعنا. دلعي الاكل بتاعك هيطلع معاكي طعمه تحفة ويجنن. انا حطيت كده على الوش شرايح فلفل اصفر وكمان فلفل احمر، كله فلفل الوان يعني. ولو ما عندكيش مش مشكلة، دي ايه خطوة اختيارية يعني. هندخلها بقى الفرن. نحط كمان شوية صلصة. الرز بتاعك خلاص استوى. هنزل عليها بقى بحتة سمنة بلدي. الحتة ديت بتديله طعم جميل جدا جدا جدا. انا بس هديله تقليبة بسيطة كده واغطيه واطفي عليه البوتاجاز وخلاص على كده. ويبقى الرز بتاعي خلاص خلص. تيجي تغرفيه بقى يكون طعمه يجنن. نركنه بقى على جنب، وتعالوا بقى نمسح البوتاجاز مكان الزيوت والحاجات اللي عليه دي. جبت فرشة بتاع ده السفنجة بتاعت البوتاجاز، ومسكته كده بالسفنجة ديت، ومسكته غسلته. ليه؟ لان الدهون لو ما عملناهاش لو ما شلناش الدهون ديت على طول بعد الاكل على طول بت بتلزق في البوتاجاز، وبتنشف، وتيجي تغسليها بعد كده ما بتطلعش. لا انت اول ما خلصت على طول رحت جايه عاملاه. ليه؟ هو كده لما تحطي ايدك في حاجتك على طول اول باول هتبقى سهله معاكي بعد كده. هو بس الفرن شغال فايه بينشف الميه معايا. بس لازم ايه، بس هو ده حلو ان انتي وهو سخن هتشيليه بسرعة وبسهولة. لكن لو سبتيه وقلتي لا بعد الغدا بقى ايه وانا بغسل المواعين بالمرة، لا انا ساعات في اللحظة ديت وانا بغسل مسح البوتاجاز كنت خلصت غسلت شوية المواعين اللي اتوسخوا معايا، اللي مكان الاكل يعني. والبوتاجاز كمان مسحته، والصينية المسقعة في الفرن، والرز خلص. وكمان عملت سلطة يعني. خلصت كل شغل، طلعت من المطبخي وانا مخلصة كل الشغل اللي موجود في المطبخ. طلعت بقى يا دوبك على قد اتغديت وطلعت وغسلت شوية الاطباق اللي احنا اكلنا فيهم. كده الاكل بتاعنا خلص. شايفين جماله؟ صينية المسقعة شايفين لونها وطعمها وريحتها عاملة ازاي؟ وكمان الرز جميل ومفلفل وطعمه يجنن. وطبعا السلطة الخضراء بتاعتنا المميزة اللي دايما بنعملها. تعالوا بقى نشوف الاكل بتاعنا وندوق. شايفين كده تطلع معاكي برصتها. شايفين الجمال وشايفين الطعم سوري شايفين اللون حاجة كده فوق الخيال. وكمان الرز بتاعنا برضو مفلفل ان هو طعمه ريحة تجنن. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.